كلنا أن نكون سعداء بهذا التعادل، لكن نريد أن نفوز وينبغي أن نراعي المباراة. أعتقد أن التعادل والنقطة جيدة. المباراة القادمة ضد بلجيكا ستكون مباراة صعبة. ما رأيك؟ ستكون صعبة ولكنها مختلفة. وكنا إذا سنستريح بيومين وثلاثة ثم سنرى ما هي حظوظ المنتخب المغربي في هذه المجموعة الصعبة. نحن نخوض مباراة كل بعد أخرى. وما الذي كان ينقصكم اليوم حتى تحققوا نتيجة أفضل؟ بطبيعة الحال إذا لم تفز فمعنى ذلك أنه كان هناك شيء ينقص في الفريق. نحن كنا نلعب ضد فريق قوي لعب المباراة النهائية في النسخة الماضية وأحد أفضل خطوط وسط الميدان في العالم. إذا النتيجة جيدة إذا اعتبرنا هذه الأمور، لكن إذا أردت أن تكون أكثر طموحا فعليك أن تقدم أداء أفضل في الهجوم. وارتكبنا عدة أخطاء فقدنا فيها الكرة، وينبغي أن يكون هناك جودة أعلى، ولكن في الوقت نفسه نحن بذلنا جهودا كبيرا في الدفاع لكي نظل متماسكين. ربما إذن كان ينقصنا نوع من اللياقة، لكن هذه هي كأس العالم، ينبغي أن نتعلم سريعا، وهذه نتيجة جيدة، وأن نتعافى